السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية. ناس كتير كانت بتسألني يا جماعة أحسن حتة نصطاد فيها فين؟ طبعا عارف إن معظم متابعين القناة صيادين كبار يعني ومحترفين، ممكن برضو يفيدونا في التعليقات لو قلت حاجة غلط يعني. أنا هبدأ من أبو قير. أبو قير حاليا دلوقتي في ممشى أبو قير الجديد، مكان برضو حلو للصيد. ممكن صيد ببوصة أو صيد بمكنة. لو تعلم أبو قير ننزل بقى على المعمورة، ممكن صيد بمكنة من على الشاطئ. المنتزه برضو من على كوبري المنتزه، نطلع بره المنتزه على المنظرة، من المنظرة لحد البرواش كده. الشواطئ كلها مفتوحة للصيد. في صيد من على الرملة وصيد من على الحتة في العصافرة كده جديدة، حلوة للصيد جدا. في برضو عند حديدة العصافرة اللي هي الحتة اللي معمول فيها الأرقلاق الجديدة، برضو حتة في لسان حلو للصيد. ممكن من جزيرة ميامي، جميلة جدا للصيد برضو. محمد نجيب، لسان جليم أو الحتة كده اللي عند المطاعم، وشاطئ جليم برضو حلو للصيد. عندنا من نادي مهندسين في جوه لسان جميل جدا للصيد جوه، لسان معاه كارنيه او حد يعرف حد يدخله يعني. في الحته بتاعه كوبري ستانلي برضو جميل جدا للصيد، صيد مكن او تصييد لو تعرف يعني زي ما انت عايز. في عندنا سيدي جابر، بلوكات سيدي جابر دي بقى ايه كلها هناك صيادين صيد مكن وصيد بوص. كليوباترا طبعا، بلوكات كليوباترا اجمل الاماكن للصيد. بلوكات سبورتنج وبلوكات الابراهيميه اللي احنا فيها حاليا ديت، جنب شيزار الشاطبي، البحري والقلعه والانفوشي. كل الاماكن دي اماكن حلوه للصيد. وكمان برضه نسينا السلسله واحنا ماشيين في السكه دوت. السلسله بقى بتكون حلوه للصيد ايام النوات ولما البحر بيكون عالي. اللي بيحب صيد البلوكات عنده من اول سيدي جابر لحد الشاطبي، برضو سلسله برضو فيها البحر بتاعها جميل جدا، ممكن صيد من على الشاطئ. عندي برضو جراج الشاطبي، في الانفوشي جوه والقلعه ورا القلعه ولسان القلعه. نخش بقى ايه على الماكس، طبعا احلى سمك في الماكس. الدخيله برضو عند الطابيه وعند كل شاطئ الدخيله. البطاش من على الرمله، من البطاش لحد شاطئ النخيل كله صيد رمله، مفيش هناك بلوكات الا ما عدا بلوكات اللي هي في شاطئ النخيل ده بتخش تطبع بلوكات من جوه. في عندنا بقى لسان 21 برضو جميل جدا. في حد هناك بيبيع شنطره حيه وبيبيع طعم. كل الاماكن دي هتلاقي طعم كده في المنطقه يعني حوالين المنطقه ديت. في عندنا شاطئ الصفا برضو جميل جدا. ابو تلات. الساحل بقى طبعا ايه بس مش تبع اسكندريه، الساحل ايه لحد كده السلوم لو انت عايز تصطاد يعني. الصيد بقى في الابراهيميه يا جماعه صيادين كتير جدا، صيد على البلوكات وصيد على الصخور. هنا دينيس، شراغيش، مرمار، بطاطا، يعني تقريبا جميع انواع السمك. هنا برضو في كليوباترا شايفهم بيطلعوا سبيط وبيطلعوا كالاماري، وبيطلعوا كابوريا. عندك تصطاد بقى ايه؟ عندك تصطاد يا اما بقى ايه دود نار، دود اسماعيلاوي، دود مشرشر، عندك عجينه، عندك جندفلي، عندك جرايات، عندك سردين، جمبري، جميع انواع الجمبري بقى ايه زي ما انت عايز من الصغير لحد الكبير. الجمبري طبعا جميل جدا، الجمبري الحلو والجمبري المملح، وبرضه صيدين المملح برضه حلو. الصبيط برضه حلو للصيد. الجندفلي وبلح البحر. هنا بقى في الابراهيميه ممكن تنزل تجيب لك شويه بلح بحر كده لو بتعرف تعوم كويس مع عند الاسدين كده وتطلع تصطاد بيهم، حته جميله جدا يعني. دي منطقه سبورتنج، شايف بيطلعوا ميرا، ناس بتطلع شلاريش، ناس بتطلع دينيس، وناس بتطلع مرمار،
وجلانفيش، والدنيا شغاله زي الفل الحمد لله. الصيادين هنا على البلوكات، بس تخلي بالك الايام دي ايام نوة، بس الحمد لله النوة ايه مش ظاهره كده، او لسه تقريبا شكلها بسدت. النهارده 19 12 24 النوة المفروض ميعادها النهارده او امبارح او بكره، بس لسه النوة ايه ما بصراحه ما بانش يعني. السماء صحيح مغيمه شويه، بس الصيادين برضو ايه شغالين الحمد لله، ربنا بيكرمهم. شايف سمك حلو طلع النهارده. البحر الموج مش عالي، متوسط كده. الميه برضو حلوه، مش عاليه مش كبيره. البحر مش كاشف. في حته في العصافره كده جنب سانتوس لسه معموله جديده، بس مش شغاله قوي يعني. الحته برضو بتاعت لسان او ممشى ابو قير دي حلوه برضو، القعده فيها جميله جدا، بس بقى هل شغاله ولا لسه؟ عشان لسه هناك في اعمال تكريك واعمال ردم واعمال رصف في الميناء الجديده، فلسه السمك فيها ايه يعني ما استقرش يعني، او ما بخش هناك يعني. بس مع الوقت كده تبقى جميله جدا يعني. طبعا المعموره شط الصيد من على الشاطئ، ما فيهاش صخور. ممكن من على عند الفنار بتاع المعموره وكوبري المنتزه. ممكن من المنظره من بره، عندك المنظره بقى ايه كل شاطئ المنظره والعصافره كلها هناك صيد من على الرمله يعني. بس الحته برضو ايه اللي عن جزيره ميامي دي جميله جدا، بتخش كده باي حد بيدخلك الجزيره ممكن تصطاد. يا جماعه اسكندريه امان 24 ساعه يعني، مفيش اي مشاكل. برضو عندك اللي ما بيعرفش يصطاد في الموج والصخور، ممكن يروح الحته بتاع السلسله من اول سوطر كده اهوت، او من اول من قدام المكتبه لحد بحري. الحته دي جميله جدا، مفيش امواج، الميه هناك هاديه، عشان سور الميناء الشرقيه برضو ايه عامل حاجز الامواج، فالحته هناك هاديه جدا يعني، مفيش اي مشاكل الحمد لله. وطبعا الصيد ده بقى رزق، بقى الصيد ده رزق ايه انت بتاخد معاك كده كذا نوع من الصنانير وكذا نوع من الطعم، وترمي بقى ايه وتسمي الله، وان شاء الله ربنا هيكرمك يعني. بس ما تستعجلش، بس تقف حته كده نص ساعه ما تجيبش تغير المكان يعني، تروح مكان جنبيها. ما تقفش في حته كتير ما فيهاش سمك، تغير المكان كده من حته لحته، تغير الطعم، تغير الصناره، تغير الرمي، تغير اي حاجه بقى انت عايزها بقى. تاخد لك كده معاك ترمس شاي كده وسندوتشين وزيت ميه والعده بتاعتك والتلاجه وايه، وتتكل على الله كده وتسمي الله. اهم حاجه ما تبصش لحد، ما تبصش اللي جنبك يعني، اللي جنبك بيطلع وانت ما تطلعش ما تبصلهوش، سيب دي ارزاق. ممكن السمكه تكون نفس الطعم ونفس الناره، بتاكل هنا ما بتاكلش هنا. دي منطقه سبورتنج يا جماعه برضو حلوه جدا للصيد، الناس بتحب يصطاد هنا، امان وسط الناس، وحته حلوه جميله يعني. يا رب يا جماعه دايما بخير وسعاده. اللي يعرف يا جماعه كلام غير اللي قلته يقول لنا في التعليقات يعني. يعني الكلام برضو ده اجتهاديا يعني، او على حسب تجربه يعني. اللي عنده تجربه احسن من تجربتي ممكن يقول لنا كده ايه بيصطاد فين وبيعمل ايه. شكرا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتقابل كده ان شاء الله فيديو جديد في يوم جديد في مكان جديد. السلام عليكم.